السلام عليكم. هاد لا فيديو غنحاول نهضر على الهافتونكس ايركليرون. اول انتراك ملي كنبغيو نديبوزيو الدوسي ديالنا د الفيزا، انتراك في داس فيزوم. اول انتراك ماشي الانتراك ديال فيزوم دي اللي هي فيزا ناسيونال. هاد الانتراك الاولاني عندنا واحد لابارتي دي اللي هي هادي مكتوب فيها verfügbar eigene Mittel zu Sicherung des Lebensunterhalts für die Aufenthaltsdauer. دونك هنا كنحاولوا نعطيوهم باش غادي نثبتوا ولا نبرهنوا الانتهالتسبيريشنونغ ولا القدره الماليه ديالنا في هذيك المده ديال الاقامه الاوفنتهالتسداور. دونك عندنا اخت ديس فيرموغنس يمكن لينا اننا نبرهنوها بشباربوخ ولا كونطو، ولا عندنا الهافتونكس ايركليرون. فكنا كنعرفوا ان القنصليه عطينا التيرناتيف ما بين اننا نديرو شباربوخ ولا الكونطو ولا الاوفن بان كونطو اللي هو الكونت بونكير اللي كيديروه الاغلبيه ديال الطلبه، والهافتونكس ايركليرونغ اللي هي الضمانه. بالنسبه للكونت بونكير فكنحطوا لا صوم اللي طالبه منا القنصليه على حساب لاج، واش اقل من 24 ولا اكثر من 24، وكنجي سوفيو الفلوس ديالنا. هذاك الشخص اللي كيدير لك فيرمون والوراق ديالو هذيك فقط جوستيفيكاسيون الفلوس، هذاك ما كيتسماش ان غارون. لان شباربوخ شنو هو شباربوخ؟ هو واحد الكونت بونكير كتحط فيه واحد الفلوس وكدير لا جوستيفيكاسيون ديال ديك الفلوس، لان ديك لا صوم اللي كتحط في الكونت بونكير ولا في الكونطو هي واحد لا صوم كبيره. الو القنصليه كتطلب جوستيفيكاسيون باش ما يوقعش لينا تبييض الاموال او شيء اخر. دونك هذاك الشخص اللي كيعطيك الفلوس ولا لا جوستيفيكاسيون اللي كدير، سواء داك الشخص كان سالاري، سواء داك الشخص كان عنده شركه ولا عنده شي كوميرس ولا عنده واحد الروجيستر دو كوميرس، هذوك الاثباتات ولا كاع دوك لي جوستيفيكاسيون هي فقط باش تبروفي الفلوس اللي عندك في الكونت. داكور. لكن الكارون الحقيقي هو اللي كيدير لك الهافتونكس ايركليرون. الكارون الحقيقي هو اللي كيصايب لك واحد الورقه اللي واحد الدوكيمون اللي هي ماشي اين لا دونك، ماشي فيربفليشونغ ايركليرونغ اللي هي البريزون شارج، لكن هي وثيقه قانونيه وعندها قيمه قانونيه. جميع المعلومات اللي غنقدم في هذا لا فيديو هي من مصدر هاد لا بي دي اف اللي كاينه في السيت ديال وزاره الخارجيه اللي كلشي كيعرفوا. هاد البي دي اف كيعطينا انفورماسيونس بروشور ايوبا دي اونتهالتسبيريشنونغ، يعني كيحاول يشرح لينا كيفاش اننا نجوستيفيو القدره الماليه ديالنا. يعني الا كنا غناخذوا واحد الاوفنتهالت، ناخذوا واحد الاقامه ولا واحد الفيزا، فخصو يكون عندنا واحد الريسورس ديال الفلوس في الكونت بونكير ديالنا. علاش؟ باش ما ناخذوش المساعدات الاجتماعيه ديال الدوله. يعني نقدروا اننا نسيبفونسيونيو المعيشه ديالنا، نقدروا نعيشوا بدون اننا ناخذوا او اننا نضطروا ناخذوا شي مساعده اجتماعيه ولا شي سوسيال هيلف. دونك اي شخص غياخذ اقامه ولا غياخذ فيزا خصو يجيستيفي كيفاش غادي يعيش. دونك سواء بشباربوخ، سواء بالكونطو، ولا سواء بالهافتونكس ايركليرونغ اللي غنهضر عليها في هاد لا فيديو. دونك هاد البي دي اف فيه تقريبا شي 57 باج. حاولت انني نقراه، نحاول نلخصو ونحاول نجبد غير لا بارتي ديال الهافتونكس ايركليرونغ ونشرحها بطريقه بسيطه سو واحد لا فورم ديال بريزونطاسيون اللي درتها بالدارجه. نحاول نشرح شنو هي الهافتونكس ايركليرونغ، علاش كدار، طريقه الحساب ديالها وهي اهم حاجه، لا فورمول كيفاش انها كتحسب، شنو هي الحالات اللي كتكون فيها الهافتونكس ايركليرونغ مقبوله وشنو هي الحالات اللي كتكون مرفوضه مباشره. لان الهافتونكس ايركليرونغ واخا تكون نوتاريال بيغلاوبيكش ولا كيدار ليها البيغلاوبيغونغ نوتاريال، لان النوتار هو اللي كيدير ليها البيغلاوبيغونغ، لكن ما كتعنيش انها مقبوله.
لان هي كوثيقه كنديروا لها ليغاليزاسيون. هذا النوطير النمساوي كندفعوها مع الدوسي ديالنا، كندفعوا الوثائق المصاحبه لهذه الوثيقه، هذا الدوكيمنت هذا. الحساب ديالها كيجي عن طريق مختص ولا شي شخص يعني في المكتب ديال مصلحه الاجانب. يعني الا درتيها يعني الهافشونكس اركليرونغ، الا درتي لها البيكلاو بيكونغ ما كاينيش اوتوماتيكمون راها مقبوله، دونك هي كتدفعها. لكن وزاره الخارجيه مديرين لنا عطينا لنا كاع لي زانفورماسيون ديال في الاول نعرفوا نقدروا حنا نحسبوا، يكون عندنا لاكسي المعلومه ونقدروا نحسبوا ونعرفوا هاد الهافشونكس ديالنا واش هي مقبوله او لا. فكيف ما قلت في المقدمه هو بلي الهافشونكس اركليرونغ هي ماشي اين لا دونك، ماشي دعوه ديال شي شخص في اوروبا كيديرها لك باش تجي عنده. هي ماشي فيربليشونغ اركليرونغ، يعني ماشي هي واحد البريزون شارج، وانما هي واحد الوثيقه رسميه وعندها واحد القيمه قانونيه. في هذه الوثيقه الشخص اللي كيضمنك كيتعهد، فهو كيعطي عهد على انه قادر يتكلف بالمصاريف ديالك ديال العيش في النمسا، وقادر يتكلف حتى بالمصاريف ديالو او ديال العائله ديالو. لان غنشوفوا في طريقه الحساب ديال الهافشونكس اركليرونغ فكيدخلوا حتى الاطراف ديال العائله، يعني الزوج والزوجه وحتى الاطفال. فكل شخص هنا الدوله ولا القانون ندير ليه واحد المبلغ ولا واحد الرقم ديال شحال خصو باش يعيش في الشهر. دونك هاد لي ديتاي هادو غنشوفهم في لا فيديو. دونك اول حاجه النمسا، هاد البريزونطاسيون كنشوف ان النمسا كتطلب من اي واحد باغي اقامه يبين واش قادر يعيش بوحدو، واش عنده دخل ثابت، واش ما غاديش يطلب سوسيال هيلفه. يعني الا كنا كنديرو شباغ بوغ ولا كنا كنديرو الهافشونكس اركليرونغ فغير باش اننا نجيستيفيو اننا قادرين نعيشوا هذيك المده في النمسا وما ناخذوش سوسيال هيلفه. لان هذا الموضوع ديال السوسيال هيلفه ولا المساعدات الاجتماعيه مهم بزاف، وغادي نشوفوه في البريزونطاسيون ديالنا. فهم علاش كيديروا هذا الحساب هذا؟ باش يتاكدوا من انك تقدر تعيش بوحدك وباش ما تطلبش المساعدات من الدوله. دونك هما كيركزوا على هذه القضيه بزاف، ديال ان الشخص يقدر عنده واحد لا سورس ديال الفلوس، سواء ان كونط بانكير ولا شي شخص قادر يضمنه بواحد الوثيقه قانونيه، وانك اهم حاجه ما تطلبش مساعدات من الدوله، يعني ما تبقاش عبء على الدوله. كيف ما قلت ان الشخص اللي كيضمنك ولا الشخص اللي يدير لك الهافشونكس اركليرونغ فهو كيدير واحد العهد، يعني وثيقه فهي تعهد امام القانون على انه قادر يتكلف بالمصاريف ديالك وقادر يغطي حتى الحاجيات ديالو. ولا كان في عائله يعني زوج او زوجه ولا زوج او زوج على حساب شكون غيدير لك الهافشونكس، فهما كيشوفوا حتى العائله وكيدخلوا فيها حتى الاطفال. يعني خص تكون العائله ولا الشخص اللي غيدير الهافشونكس قادر على انه يسد الحاجيات ديالو ديال المعيشه، وهادشي كيكون محسوب، وكل شخص عنده رقم محدد للشهر شحال خصو في الشهر باش يعيش، يعني المينيموم الحاجيات الخاصه وحتى المصاريف ديالك. فكنا كنعرفوا ان الطلبه لاقل من 24 عام القانون كيدير لهم 703 الاورو، اي شخص سواء كان طالب ولا شخص عادي. ففي الحاله ديال الطلبه كنا كنعرفوا اننا خصنا 700 الاورو الشهر، ايكيفالون ديال 8000 الاورو العام، اللي كتجي تقريبا شي 8 المليون او 9 المليون. الا كان شخص فيه 24 عام في النمسا كيف ما بغى يكون، سواء كان يعني طالب او شخص عادي، فالدوله كتقول ان باش يعيش ولا باش يسد جميع الحاجيات الخاصه ديالو فخصو 1273 فاصله شي حاجه. فالفاصله ما غنبقاش نهضر عليها غير باش ما يكونش تكرار. دونك الا كان شخص اقل من 24 فخصو 700، شخص اكبر من 24 فخصو 1200. الا كان زوجين، الا كان جوج ديال الاشخاص يعني عائله فيها زوج وزوجين، فالقانون كيقول ان خص 2000 الاورو كيجمعوهم في 2000 زوج وزوجه. لان قلنا ان الشخص اللي غيضمنك فهو خصو يكون قادر، الا كان في الحاله عنده عائله، قادر على انه يسد الحاجيات ديال العائله ديالو اللي فيها الزوج والزوجه والاطفال، وقادر يسد الحاجيات ديالك، يعني قادر يضمنك. داكو
فقلنا الاشخاص اللي اقل من 24 700، اشخاص اللي اكبر من 24 1200، زوجين 2000، والطفل كيديروا ليه 196.57 اورو. هادو كاملين، هادو دي مينيموم دي شارج، يعني اقل الحاجيات. دونك هاد الارقام هادو هما اللي غنشوفوهم في طريقه الحساب، لان مهمين خصنا نعقلوا عليهم. دونك لا فورمول سهله بزاف، هو اننا كنشدو المداخيل اللي عندنا كاملين، كنحيدو منهم المصاريف اللي عندنا، وكنحيدو منهم هادوك الفخاي بيتريغ. بالنسبه للمصاريف، بالنسبه للفخاي بايتخاغ، هذا مهم بزاف. هذا الفخاي بايتخاغ هو محدد في واحد الرقم اللي هو محسوب، اللي هو 377.27. هذا الفخاي بايتخاغ عنده علاقه بالكرا، لان كنعرفوا ان في اوروبا اكثر حاجه ممكن انها تحيد لك الفلوس من الكونت بونكير ديالك، ولا يكون عندك فيها دي شارج بزاف، اللي هو الكرا. لان الكرا كيقدر يمشي من 500 ولا 600 اورو حتى ل 1000 اورو او اكثر. دونك اكثر حاجه ممكن يعني هي كاستيماسيون هو الكرا. دونك دائما كنديروا مقارنه ديال الكرا مع هذا الرقم. كاين واحد القاعده كتقول الا كان الكرا ولا المصاريف اقل من هذا المبلغ، عندك مثلا الكرا 200 اورو، داكو، فالمصاريف ما كيتحسبوش. دونك كنقصوا هذا المبلغ هذا، نقصوا 376، وما كنحسبوش المصاريف. الى المصاريف فاتوا هذا المبلغ، الكرا كيدخل مع المصاريف. الو شنو كنديروا؟ كنشدوا الكرا والمصاريف كنديروا لهم مقارنه مع هذا الرقم هذا اللي هو الفخاي بايتخاغ. اذا كان الكرا والمصاريف اقل، يعني جميعهم قيمهم اقل، ما كيتحسبوش. الى الكرا والمصاريف فاتوا هذا المبلغ هذا، كنحسبوا الفرق اللي بيناتهم. الفرق يعني الموان، كنشدوا الكرا والمصاريف كنقصوا منهم هاد 376، دونك كيعطيونا واحد الرقم. داكوغ، هادشي غنشوفوه في الحالات ولا الامثله اللي درت لكم في الاخر باش غتفهموا مزيان. ناخذوا حالات عمليه باش غنفهموا مزيان.